السلام عليكم. مفرح للمتقاعدين، زيادة في الأجور ابتداء من 2025 غادي توصل ل 1000 درهم. الذي يطال مطالب المتقاعدات والمتقاعدين في كل حوار اجتماعي سواء المركزي أو القطاعي بين الحكومة والنقابات ذات التمثيلية. غنطرفوا ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن راه خصكم ضروري تكونوا الفيديو من الاول حتى الاخر تنأكد على هذه القضيه. نتائج مفاوضات ابريل 2024 واللي جاو تماشيا مع الاتفاق الجماعي ديال 30 اكتوبر 2020، الحكومه التزمت باش تزيد في المدخول ديال موظفي الادارات العموميه والجماعات الترابيه والمؤسسات العموميه وحتى العاملين في القطاع الخاص. لكن المتقاعدين ما كانوش ضمن هذه الاستفاده، وهذا الشيء خلق استياء كبير عندهم وعند الجمعيات اللي كتمثلهم. باش خرج مشروع قانون الماليه رقم 6024 للسنه الماليه 2025، بزاف ديال المتقاعدين تفائلوا بالزيادات في المعاشات ديالهم، لكن المفاجاه كانت ان المشروع تضمن غير تخفيض ضريبه على الدخل. والسؤال اللي كيتطرح، واش تخفيض ضريبه على الدخل غادي يكون كافي، خصوصا ان بزاف ديال المتقاعدين ما كيتخلصوش ضرائب اصلا حيث المعاشات ديالهم ضعيفه وهشه بزاف، وحتى اللي غادي يستافدوا من تخفيض التضخم غادي يحمي هاد الزياده البسيطه، وبقاو المتقاعدين في حلقه مفرغه. الا كان الاعفاء الضريبي ما كافيش، واش خصنا نطالبوا بزياده مباشره في المعاشات؟ اذا خصنا نزيدوا في المعاشات. كيبقى السؤال المطروح، شكون خاصو يتحمل تكلفات هاد الزياده؟ واش المؤسسات اللي كتكلف بالتقاعد ولا الدوله كمشغل اساسي؟ باش نجاوبوا على التساؤلات خاصنا نوضحوا بزاف ديال الامور. اولا، شنو هي اليات تخفيض او اعفاء المعاشات من الضريبه؟ ثانيا، شنو هي الاسس القانونيه ديال الزيادات في المعاشات وشكون اللي خاصو يخلص؟ اولا، الاجابه على السؤال الاول، هناك اليات تخفيض الضريبه على الدخل. القانون كيشوف المعاشات بحالها بحال الاجور، وكيطبق عليها الضريبه على الدخل بناء على الماده 56 من المدونه العامه للضرائب. من اليات تخفيض هذه الضريبه، ابتداء من 1 يناير 2025 غادي يكون تخفيض في السعر ديال الضريبه على الدخل، وبالاضافه للخصم الجزافي اللي كتعطيه الماده 60، بحيث 70% من المعاشات اللي اقل من 168 الف درهم في السنه ما كيتفرضش عليها الضريبه. ثانيا، شكون اللي خاصو يخلص تكلفه الزياده في المعاشات؟ النظام الجماعي كيخلص الزيادات بناء على نسب معينه. ضمان اجتماعي خاص مرسوم حكومي باش يقرر اي زياده، لكن الوضع المالي ديال النظام ما كيخليش القرار سهل. اما نظام المعاشات المدنيه في القانون ما كيسمحش بزياده مباشره في المعاشات، والدوله كتشوف راسها مكلفه غير بالمساهمات، وهذا الشيء على حساب المتحدث نفسه. جا في السياق ديال الزيادات اللي عرفتها تكلفه العيش في المغرب واللي وصلت لحوالي 400%، مع التشديد على ان المصاريف ديال المتقاعدين في تضاعفات من 5 حتى ل 6 المرات مقارنه مع السنوات اللي فاتت، وهذا الشيء خلاهم يعيشوا على الفتات. وفي هذه الندوه ما نساوش المتقاعدين المغاربه يذكروا الحكومه بالاوضاع ديال بحالهم في دول اخرى خصوصا المتقدمه، وقالوا ان هذه الفئه في بعض الدول تستخدم خدمات مختلفه بحال الامتيازات، تخفيضات التسوق والتنقل واقتناء الدواء والتطبيب، وكيعتبروا ان هذا الشيء كيجي متزامنا مع متوسط عمر المتقاعدين في ذاك الدول اللي كيبلغ 80 عام، عكس المغرب اللي ما كيتجاوز السبعينات. ومن جهه اخرى، الشبكه المغربيه لهيئات المتقاعدين كتعارض ادماج الصندوق الوطني لمنظمه الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا ربط المسؤوليه بالمحاسبه والتحقيق في التجاوزات ديال نهب وتدمير اموال المنخرطين. والخلاصه من هذا الشيء كامل، الاعفاء الضريبي بوحده ما غاديش يحل المشكل ديال القدره الشرائيه ديال المتقاعدين، ولا بد من التفكير في حلول اخرى بحال الزياده المباشره في المعاشات واصلاح شامل الانظمه ديال التقاعد. وهكا الفيديو ديال الخوت، ما تنسوا اخوان تكتبوا لي الراي ديالكم في التعاليق.